مساء الفل عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض تورتايه مقاس 30 في 40. هي الحشو نصين، بس التزيين حبيت اعمله مختلف. كنت عاملاها في فصل ابني. هما فازوا في مسابقة. فاولياء الامور بقى انتوا عارفين ايه الديش بارتي والحاجات دي، بنقعد نجمع مع بعض ونعمل ايه حفلة للولاد كده نفرحهم. فجمعنا وعملنا التورته دي وجبنا لهم حاجات تانية كتير. عجبتهم جدا شكلها وطعمها، وهو الفصل بتاعه اسمه دير، فحبيت احط كده غزالة على اسم الفصل. والولاد فرحوا بيها جدا والمدرسين كمان. اول حاجة عملتها، عملت الكيك ده بمقدار الاربع بيضات. كل صاج كنت بعمل مقدار الاربع بيضات. 4 بيضات وفانيليا، نص كوباية سكر. بيتضربوا كويس مع بعض، وبعد كده بنضيف معلقة كبيرة محسن كيك جل يتضرب كويس معها ويعمل فوم. ننزل بنص كوباية من المية ويتضرب كويس لحد ما الفوم يعلى، وبعدين نبدأ نضيف كوباية ونص دقيق عليهم معلقة صغيرة بيكنج باودر، وبنضيف حاجة حاجة حبة حبة كده لحد ما كله يختلط. هسيب لكم لينك الكيك برضو في صندوق الوصف مع الجناش وكريمة الحشوات عشان ما نطولش مدة الفيديو. انا عملت كام صاج؟ عملت صاجين فانيليا وصاجين شوكولاتة. بصوا ارتفاع الكيك والسبونج. وابتديت ان انا اشيل الوش كده. وعملت طبعا على يومين الكيك عشان كان عندي كذا اوردر في الوقت ده، فما حبيتش ان انا ايه اشغل نفسي، فعملت الكيك على يومين بتاع الاوردرات كلها بتاعه اليوم. طبعا هيبقى معايا ديسك. انا قطعت كل واحده 2 لان احنا هنلزق نص شوكولاته ونص فانيليا، فهيديني مقاس الصاج الايه 30 في 40. تمام. انا عملت الكلام ده كله السيجان دي في مقاس 30 في 40. ولما نلزقهم في بعض هيبقوا مقاس الصاج. اول حاجه عايزه اقولها ان كتير منكم اكيد جرب السبونج البيتي بتاعي والطريقه بتاعته ناجحه وعجبته. الحمد لله يعني. وناس كتير بتدخل على الخاص وبتقولي ان السبونج حلو وهش وكده، بس اتبعوا الخطوات بالظبط. بصوا هنا اتحرق مني سيكا لان نسيته، فابتديت ان انا ايه اشيل كده اللون. هو غمق سنه مش اتحرق. بالمنشور. تمام. ايه اللي هيبقى مني ديسك وديسك. لفتهم في ستريتش راب وحطيتهم في كيس نظيف ودخلتهم الفريزر. استخدم 3 طبقات بس في كل جنب. انا بحشي 3 طبقات، اللي حابب اكتر بيقولي بزود. جبت ب50 جنيه بندق هحشيها بيه، وكمبوت اناناس وبصفيه كده، بقطعه وبصفيه عشان ما يحمضش الكيك بتاعي. وكمان هحشي بكريمة المتحدة وموس شوكولاتة. تمام. القاعدة بتاعتي بقى ابتديت ان انا فتحت اكياس بلاستيك كده وحطيتها على القاعدة عشان ما تتوسخش، لان القاعدة بتاعت 30 في 40 دي اللي هي القاعدة اللي بتبقى فيها ورق مش ذهبي، فممكن انها ايه لما نيجي طبعا الحاجة تقع عليها فشكلها هيتبهدل. فانا حبيت ان انا ايه اودي الحاجة شكلها طبعا نظيف، طريقة التغليف بتاعتها نظيفة. تمام. هبدأ بقى انا احط وهحشي زي ما انتوا شفتوا بكل الحشوات اللي انا قلتها دي. بصوا احنا زي ما قلنا ان كل اسعار الخامات زادت جدا. ان كانت كريمة المتحدة ريتشي وصلت ل 220 جنيه. موس الشوكولاتة بقى ب180 جنيه تقريبا. الكاكاو برضو رفع. الشوكولاتة الفيينا بقت ب180 جنيه. كل حاجة رفعت. انا ما قلتش يا جماعة ان انا بطلت استخدم الخامات النظيفة اللي انا بستخدمها. كل الحاجات اللي انا بجيبها ماركة المتحدة هي اللي انا بشتغل بيها. ما غيرتش حاجة غير كريمة ريتش المتحدة لان سعرها فعلا بقى مبالغ فيه. بقيت اجيب الكريمة اللي هي عليها المضرب وبزودها بلبن بودرة وبكريمة باستري، وبيبقى طعمها تحفة وغني زيها زي الريتشي. تمام. موس الشوكولاتة كنت بحط مثلا كوباية موس شوكولاتة، لا بقيت احط كوباية الا ربع وربع كوباية كريمة. فانا ما شلتش حاجة من حشواتي خالص. انا بحاول اهون على الناس واهون على نفسي، لان الناس يعني انا لو اشتغلت بالحاجات دي يعني التورته هتعدي مبلغ وقدره ومحدش هيشتري اصلا، لان الناس اصلا مش ناقصه. هم حتى الحاجه اللي عايزين يرفهوا نفسهم بيها يدفعوا فيها مبلغ كبير، فلا طبعا. انا ابتديت هنا بقى احط البندق، وبحط لازم تغطي طبقة البندق بحتة كريمة عشان الديسكات لما ان هم يجوا يقطعوا الكيك ما تقعش من بعض، تبقى الطبقات لازقة في بعض. اي حشوة هتحطيها تحطي فوقها طبقة كريمة خفيفة. تمام. ونص الشوكولاتة هحط عليه جناش، مش هحط كريمة بقى لان الجناش كده كده هيلزق.
فدي خطوه خلي بالكم منها. والجناش انا بغرقها كده يعني، بصوا انا بحطه في كيس سبوع. عارفين اكياس السبوع اللي انتوا بتعبوا فيها السبوع المثلثه دي؟ بجيبها من اي مقله بتاعت لب، ب20 جنيه بيديك حبة حلوين. فبحط فيها بقى الصوصات والحاجات دي والجناش، واقعد اعمل الكلام ده. ولو هعمل مثلا في المولد السيليكون هكتب بالحروف، بحط فيها الشوكولاتة عشان بوزها رفيع بيخش جوه الحرف ونفعني جدا. كمان بغلف بيها اللولي بوب. اللولي بوب اللي انا بعمله بقطع من فوق كده وافتحه نصين الكيس، وكل نص بغلب بيه واحده لولي بوبس، بيبقى تحفه. هبقى اوريكم تغليف اللولي بوبس، وبيجي معاه كمان الاقفال بتاعته، فبقفل بيها اللولي بوبس بقى شكلها تحفه بجد. باذن الله اول اوردر اطلعه لولي بوبس اوريكم طريقه التغليف بتاعته. يعني وكمان رخيص مش غالي التغليف. تمام. انا حطيت اهو تاني طبقه وهنبدا نحشي. تاني طبقه بقى هحشي بكمبوت الاناناس. الاناناس لو فاض منك بقوم مصفيه الاناناس كويس من الميه، وبحط كل 3 مع بعض في كيس تلاجة، وبحطهم في الفريزر كده عمره ما يبوظ ولا يجراله اي حاجه، ولما تطلعيه هيفك بسرعه. غير لما تحطوه في التلاجة بميته، لو قعد اكتر من 3 ايام في التلاجة اصلا هيبوظ وهيحمض. وفي اول شغلي ما كانش حد بيقول المعلومات دي والله، كنت بتفرج على ناس كتير وعلى حاجات كتير ما كانوش حد بيقول كده. فكنت اسيبه في التلاجة الاقيه حمض وارميه، والعلبة اصلا كانت غالية فحرام. لحد ما قعدت افكر طب ما انا احطه في الفريزر بدل ما هو بيحمض في التلاجة، وفعلا بقيت اعمل كده. وكنت الاول بحطه بعلبته زي ما هو في الفريزر. بعدين برضو قعدت افكر كده وشفت حد كان على اليوتيوب بيحطه في اكياس، فبقيت اعمل كده، بقيت احطه في اكياس كده وافرده من غير ميه واحطه في الفريزر، والحمد لله بقى يعيش معايا. فيعني انا بقول المعلومه دي عشان لو حد بيبوظ منه الكمبوت الخوخ. ولو اي كريمه برضو اتبقت منك في كيس تلاجة نظيف، وتحطيها في الفريزر. ما تسيبوش اي حاجه في التلاجة، وخصوصا في الصيف. في الصيف الحاجه بتبوظ بسرعه جدا عكس الشتاء يعني. ولو بقى مني كيك بحطه برضو واحطه في الفريزر، ده ممكن يقعد معاكي شهر وتطلعيه تستخدميه تاني بيبقى زي الفل كأنه جديد. تمام كده. اهو بصوا الارتفاع يعني عالية مش واطية خالص، وده ارتفاع 3 طبقات. لو حابين تزودوا وتعملوها 4 طبقات مفيش مشكلة. بقيت الكريم شانتيه اللي بقى مني بقى ابتديت اجلس بيه. انا زي ما قلت لكم عشان انا وانا بشتغل ما كنتش حاطه لها شكل في دماغي خالص. يعني انا عماله احشي واعمل ومش حاطه انا هعملها ازاي اصلا، وطبعت حتى الصور ومش عارفه هعملها ازاي. جه في بالي بقى ان انا ايه، هم اطفال فاكيد هيحبوا الشوكولاتات، فقلت ايه املاها لهم من فوق شوكولاته. اخر حبة جناش فضلوا حطيتهم في النص كده، قلت دي اللي هكتب عليها الكلمة اللي احنا هنكتبها. تمام. وبالسباتشولا كده قعدت افرد فيها، ومش شرط خالص انها تبقى ملساء او الجناش بس باين، حبيت اعمل فيها تشبيحة كده تبقى يعني بني فاتح، لونها بني فاتح. تمام. وبالمولد السيليكون شفتوا معايا قبل كده كتير بتاع الحروف، كتبت الحروف اللي انا عايزاها. بقيت الجناش برضو حطيته على الجناب، وبالسكريبر المشرشر قعدت ايه كده اشد يدي شكل. تمام كده. هحط بقى الكلمة كانوا مطلوب ان انا اكتب عليها دير اولويز وين. فهكتبها في النص وروزتات كده داير ما يدور. وبرضو بعد ما اكتب الكلمة هقوم عامله لها برواز كده من النص شكله حلو. ابدا احط الشوكولاتات بقى. انا عملت قسمت التورته بتاعتي بقيتها كلها روزتات زي ما هتشوفوا دلوقتي. والشوكولاتات كلها ان انا بشتغل بيها شوكولاتات يعني اللي هي الاصليه، يعني اوريو، فلوتس، فريسكا، بسكريمر. ما بجيبش خالص اي حاجه من محلات خامات الحلواني غير الكريسبي زي ما قلت لكم قبل كده، لان اي حاجه تقليد اكيد طعمها مش هيبقى زي الاصلي خالص. فده اللي انا بقوله كل مره، عشان شغلك يبقى نظيف ويبقى طعم حتى الخامات حلو مش وحش. ابتديت بقى انا ارصهم كده، وهرص كل الشوكولاتات بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها دي. طبعت بقى بنزل الصور اللي انا بطبعها دي من موقع اسمه بنترست. واي مطبعه او مكتبه عندهم طباعه الوان بتطبعي عنده الحاجه دي بتبعتها لي واتساب، وهو بيطبعها لك وبينزلها لك في ورقه كده A4، وانت بتاخديها تقصقصيها. فانا اي صور كرتون اللي انتوا بتشوفوها اي حاجه بنزلها من الموقع ده وجودته عاليه جدا. تمام. فانا هنا عملت بقى الغزلات دي، والاسم ده برضو انا كتبته من برنامج عندي. وبدهن ظهر الصور دي بالجناش او الشوكولاته عشان هي ورق، فبرضو لما تلزق في الكريمه ولو قعدت فتره هتسيح. لا مش هتسيح، هتبوش ويبقى شكلها وحش. فيعني عشان نبقى مأمنين نفسنا ندهنها.
بص شكلها كان كيوت خالص وعجب الولاد جدا على فكرة. الشوكولاتات دي يعني حوالي جبت بكام شوكولاتة، حوالي ب25 جنيه شوكولاتات، يعني مش غالية خالص. فهي يعني يبان انها مكلفة من فوق، بس خالص انا جبت ب25 جنيه بس. وعايزة اقول لكم عجبتهم جدا كشكل وكطعم. والحمد لله يعني محدش اشتكى منها الحمد لله. جربوها، تزيينها بسيط، دخلوها في شغلكم. واي حاجه عايزين تسالوا عليها سيبولي تحت في التعليقات، وانا باذن الله هرد عليكم. قولوا رايكم في التورته. وكده الفيديو خلص، يا رب اكون قدرت افيدكم والتورته بتاعت النهارده تكون عجبتكم.